هل قتلت سعاد حسني أم انتحرت؟ سؤال حير الجميع. لو عايز تعرف إجابته شوف الحلقة وهتعرف الحقيقة بكل تفاصيلها. في يوم 21 يونيو سنة 2001 بتعلن وسائل الإعلام عن وفاة سعاد حسني بسبب سقوطها من الدور السادس من شرفة شقة صديقتها نادية يسري والمتواجدة في مبنى ستيوارت تاور في العاصمة البريطانية لندن. والتحقيقات المبدئية بتصنف الحادث على إنه انتحار، ولكن بعد ساعات معدودة بيحصل جدل كبير جداً، وبيخرج عدد من أصدقائها ومعارفها عن صمتهم وبيأكدوا لنا إن سعاد حسني لم تنتحر ولكن تم قتلها. وبيستمر الجدل ده لسنوات طويلة، وبيتم طرح 3 سيناريوهات عن مقتل السندريلا، وكل سيناريو فيهم مصحوب بالأدلة. وأول سيناريو هو انتحار السندريلا بسبب ظروفها الصحية والنفسية، وأما السيناريو الثاني فهو إنها قتلت بشكل عشوائي أو بغرض السرقة، وده السيناريو اللي كان بيدعمه الفنان سمير صبري في التحقيقات الشهيرة اللي عملها عن مقتل السندريلا. أما السيناريو الثالث والأخير هو إنها قتلت على يد المخابرات. طب يا ترى فين الحقيقة في ده؟ ونصدق أنهي رأي فيهم؟ وخاصة إن كل رأي مدعوم بالأدلة والإثباتات، واللي هعمله دلوقتي إن هشرح لكم كل رأي فيهم هو إيه لغاية ما نوصل للحقيقة. وقبل ما نبدأ في ده هقول لكم لمحة بسيطة جداً عن حياة السندريلا علشان الأمور تبقى واضحة بالنسبة لنا. سعاد حسني اتولدت في يناير سنة 1943. والدها من أصل سوري ولكنها مصرية الجنسية. عندها 17 أخ وأخت، واشتغلت في الفن من سن مبكرة جدا، وأصبحت من أشهر نجمات مصر قبل حتى ما توصل سن 20، واختيرت كتاني أفضل ممثلة مصرية في القرن 20، وده على جانب العمل. ولكن على الجانب الشخصي حياة سعاد حسني كانت مليئة بالصعوبات. اتجوزت عدة مرات ولكن كانت دايما بتفشل في زواجها، وده اللي قاله كل المقربين منها. وفي بداية الستينات قيل إنها تزوجت من عبد الحليم حافظ، الأمر اللي أكده أهلها وعدد كبير من أصدقائهم المقربين، ولكن لا يوجد ما يثبت زواجهم، بالرغم من ظهور وثيقة مزعوم إنها وثيقة زواج سعاد وحليم، وبتفرج أسرة عبد الحليم حافظ عن صمتها وبتقول إن الوثيقة دي مزورة. وبالفعل لو دققنا في الوثيقة المنشورة هنلاقي حاجات كتير تثبت لنا إنها مزورة بلا أي شك. ولكن اللي أكده الجميع إن قصة حب قوية نشأت ما بين حليم وسعاد، ولكن انتهت بصورة محزنة ومؤلمة. وده ما كانش الألم الوحيد في حياة السندريلا، لأن حياتها كانت مليئة بالصراعات. ونرجع لمقتل سعاد حسني ونناقش السيناريو اللي بيقول إنها انتحرت. أولاً هنتكلم عن الأسباب اللي قالوا إن سعاد حسني انتحرت عشانها. أول سبب كان مرضها الشديد، وتاني سبب مشكلة كبيرة حصلت في أسنانها، والسبب الثالث هو زيادة وزنها بشكل مفاجئ. وهنتفاجئ لما نعرف إن سعاد حسني قبل وفاتها كانت شفيت بنسبة كبيرة جداً، وكمان عملت عملية وزرعت 22 سن، وأقامت في مصحة للتخسيس في لندن لغاية قبل وفاتها بأيام معدودة، وقدرت إن هي تخس 18 كيلو، وكانت مقررة إنها تكمل علاجها وترجع على مصر، وده اللي سجلته لجمهورها قبل مقتلها بشهور. وهسمع لكم التسجيل دلوقتي. بلدي وحشتني أوي، جمهوري الغالي وحشني أوي، أهلي وحشوني، صديقاتي وأصدقائي وزملائي وزميلاتي وحشوني أوي، حبايبي فن وحشني خالص، والغربة طالت خالص. قلت بقى أبعت لكم صوتي أحج، وربنا سبحانه وتعالى يتمم لي بالشفاء وأعود لأرض الوطن بإذن الله. يعني كل الأسباب اللي قالها اللي بيدعوا انتحار سعاد حسني كانت تقريباً غير موجودة، ده بالإضافة لرأي زملائها وأصدقائها اللي أكدوا إن شخصية السندريلا كانت مستحيل إنها تقدم على فعل زي ده. ونيجي للدليل الأقوى على انتحارها،
وهو تحقيقات جهاز شرطة اسكتلاند يارد، واللي حفظ القضية على إنها قضية انتحار. وهقولك إن التحقيقات هناك وقعت في أخطاء عديدة، وأولها عدم التحقيق في التناقضات اللي قالتها نادية يسري صديقة سعاد حسني. وهنيجي كمان لمكان الحادث نفسه، وتحديداً البلكونة اللي بيقولوا إنها نطت منها. وهنلاقي إن البلكونة محاطة بسلك من كل اتجاه، وإن السلك ده مقصوص بأداة سكينة أو مقص. ولكن لما فتشوا الشقة ملقوش أي أداة من النوع ده، ولا داخل الشقة ولا بجانب الجثمان. ده لو فرضنا إنها خدتها في إيديها وهي بترمي نفسها. وعدم وجود الأداة دي لوحده دليل لا يستهان بيه، بالإضافة لعدم تطابق شهادة الطبيب الشرعي مع الواقع تماماً، واللي في تقرير الطبيب الشرعي بيكون واضح إن مفيش كسور في جسم سعاد حسني، بالإضافة لأن الفنانة لم تنزف تماماً. فهل يعقل إن سيدة عمرها 58 سنة هتقع من الدور السادس ولم يحدث أي كسور أو نزيف؟ وهنا هيظهر تساؤل مهم جداً: هل ممكن جهاز شرطة زي سكوتلاند يارد هيتواطأ مع القاتل أو هيتكاسل في تحقيق قضية قتل لفنانة مشهورة؟ وهقولك أيوة، ده ممكن، وممكن جدا كمان. ومش بالكلام ده، أنا هثبتلك بالدليل القاطع. المبنى اللي حصل فيه حادث قتل سعاد حسني هو برج ستيوارت في لندن. تخيل إن المبنى ده نفسه هو اللي سقط منه أشرف مروان وسجل على إنه حادث انتحار. وطبعاً دي مفيش شك فيها إنها كانت جريمة اغتيال. طيب هنقول يمكن صدفة، ولكن أفاجئك بقى إن المبنى ده نفسه هو اللي سقط منه الفريق الليثي ناصف، ومفيش شك برضو إنها كانت عملية اغتيال. طيب ده بالنسبة للمبنى. بالنسبة لجهاز الشرطة نفسه اسكتلاند يارد، اللي المفترض إن هو من أقوى الأجهزة الأمنية، ولكن الفساد جواه ملوش حدود، لدرجة إنهم مش بيفشلوا بس في حل القضايا أو التواطؤ مع المجرمين، ده أثبت عليهم عدم قدرة الجهاز على منع تفجيرات لندن اللي حصلت سنة 2005 وراح ضحيتها 55 قتيل و700 مصاب. والكارثة هنا إن الجهاز كان عارف باللي هيحصل، وكمان كان بيراقب بعض منفذي العملية، يعني بمنتهى الوضوح. إهمالهم في كشف الحقائق أو تواطؤهم مع المجرمين ده أمر وارد جدا. وعذرا لو كنت بعدتك عن القضية، لكن عايزة أوضح لك الصورة بدقة. وبكده سيناريو انتحار سعاد حسني يعتبر سيناريو غير وارد وغير مقبول. ونيجي بقى للسيناريو التاني، واللي بيقول إن سعاد حسني قتلت بصورة عشوائية أو بغرض السرقة، واللي بيتبناه الفنان سمير صبري في تحقيقاته الشهيرة. السيناريو ده أنا بعتبره سيناريو ساذج وغير منطقي، لأن اللي واضح وضوح الشمس إنها عملية اغتيال أكبر من كونها عملية قتل عشوائي أو بغرض السرقة، وخاصة إن الوضع المادي لسعاد حسني ما كانش في أحسن حال، وده على شهادة سمير صبري نفسه، اللي قال إن حسابها في البنك كان لا يتعدى 45,000 جنيه. وبناء على كلام سمير صبري نفسه بعد لقاءات متعددة مع صديقتها نادية يسري، بيقول إن نادية عارفة الحقيقة بالكامل، وكمان اعترفت له إن سعاد تم قتلها داخل الشقة، ولكنها تراجعت عن الكلام ده في نفس اللحظة. وبيأكد برضه بنفسه إن نادية يسري ما هياش القاتل، ولكنها في حالة رعب ومهددة من قول الحقائق. وده طبعاً معناه إن القاتل صاحب سلطة مرعبة، وإن الأمر أكبر بكتير من عملية قتل عشوائي أو عملية قتل بغرض السرقة. وهعرض لكم دلوقتي جزء من لقاء الفنان سمير صبري اللي حكيت لكم عن تفاصيل. استحالة الست تكون انتحرت. ما حقيقة نادية صديقة سعاد حسني؟ أنا بيتهيألي الست دي ضحية، يعني هي ضحية. عارفة حصل إيه، مش موافقة على اللي حصل، لكن أعتقد إنها هي عارفة في إيه. هي نادية في حديثي معاها تقول لي حبيبتي
ماتت قدام عيني هنا. نرجع بعديها مثلا بنص ساعة أقول لها حضرتك قلتي هي ماتت هنا، تقول لي أنا قلت كده؟ لا سوري I am confused، لأن تقرير الطبيب الشرعي في لندن وهنا في مصر اللي أنا شفته في خبطة في الدماغ وكدمات زرقاء في أنحاء مختلفة من الجسم، مفيش كسر يا مفيد. واحدة ست عندها 58 سنة تقع من الدور السادس مش ممكن. السابع. مش ممكن. ونيجي بقى للسيناريو الثالث والأخير، واللي نقدر نقول إن هو ده السيناريو الحقيقي. بعد الدلائل اللي نفينا فيها السيناريوهين السابقين والدلائل اللي هنأكد فيها السيناريو الجاي، وهنرجع لفترة الستينات اللي في خلال الفترة دي من حياة سعاد حسني كان رئيس المخابرات وقتها هو صلاح نصر المستبد الغني عن التعريف، ووقتها كان المساعد بتاعه هو الرائد موافي اللي عرف سينا بعد إن ده الاسم الحركي لصفوت الشريف. وكانت مهمة الرائد موافي أو صفوت الشريف هو تجنيد الفنانين والفنانات للإيقاع بالخصوم السياسيين بدعوى الواجب الوطني. وكانت سعاد حسني إحدى ضحايا هذا المخطط، ولكنها كانت بتقاوم وبتحاول التلاعب بيهم علشان ما تقعش في شباكهم، وقدرت بصورة أو بأخرى إنها تتهرب منهم، ولكن ده ما منعهمش من إيذائها وإيذاء من حولها. وبتمر السنين على هذا الوضع. طيب ليه فجأة بيقرروا التخلص من سعاد حسني؟ اللي حصل إن سعاد حسني كانت بتمر بأزمة مالية بسبب تكاليف علاجها الباهظ في لندن، ولأنها كانت سيدة متعففة كانت بترفض كل المساعدات اللي بتتقدم لها، وقررت إنها تتكسب من كتابة مذكراتها، وكان في جهة كبرى هتشتري المذكرات دي بمبالغ عملاقة، وبالفعل بدأت في تسجيل المذكرات على شرائط كاسيت. وهنا بيوصل الخبر ده لأصحاب قضية انحراف المخابرات، وبيعرفوا اللي موجود في التسجيلات، وطبعا بيحاولوا يخلوها تتراجع، ولكن بيفشلوا في ده، وبيقرروا التخلص من سعاد حسني، وبيتم التنسيق جيدا لاغتيال السندريلا، وبتختفي تماما التسجيلات وشرايط الكاسيت، وبيتم طمس كل الحقائق وإخفاء الدلائل، وبقت محاولات إظهار الحقائق وقتها كلها بالفشل، لأن القوة اللي قامت بالجريمة كانت أكبر من الجميع وقتها. وبعد ثورة 25 يناير وسقوط القوة دي ظهرت الأدلة وظهر الشهود، ولكن كان بعد مرور السنين دي كلها من الصعب فتح القضية تاني في بريطانيا، وأصبح قاتل سعاد حسني أو المحرض على قتلها معلوم لدى الجميع. وفي يوم 13 يناير سنة 2021 بيتم إعلان خبر وفاة صفوت الشريف. بتعلن أسرة سعاد حسني عن تقبلهم للعزاء في إشارة منهم عن موت قاتل سعاد حسني، واللي نقدر نقوله إن لو ضاع حق سعاد حسني في الأرض بسبب التكبر والاستبداد فأكيد مش هيضيع عند رب العالمين. وبكده خلصت قصتنا. أتمنى لو عجبتكم الحلقة تكتبولي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبولي برضه. سلام.